لك والله والله أن كل علاقة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لن ترضيك. العلاقة مع امرأة أجنبية عنك تقول أنا مبسوط، لن ترضيك نهايتها، واسأل المجربين. هذه العلاقة لن تكون علاقة صحية، بل علاقة اللي هي العلاقة الأخيرة هي اللي نسميها العلاقة المميتة التي تفسد عليك مصالح الدنيا ومفالح الآخرة. هذه العلاقة الآن يا أبو عمر في علاقة تكونت غريبة جدا لا تنتمي إلى الفطرة ولا البشرية ولا المخلوقات. في علاقة كده جديدة مو بالكراش ولا لا، في علاقة بين رجل وامرأة، علاقة صداقة. متى تنتهي هذه العلاقة؟ بإعلان الحب. الآن موجود هذا النوع من العلاقات جديد. صديقتي أنا أفضفض لها عن اللي أحبها وهي تفضفض لي عن صديقها ولا عن زوجها ولا أنا عن زوجتي. متى تنتهي؟ إذا أعلن الحب أحد الطرفين، قال لا لحظة ما اتفقنا ترى، لا إحنا ما اجتمعنا عشان كذا، لا وقف. إيش العلاقة هذه؟ شيء غريب صراحة. طيب هذه العلاقة أنا عشان أقيسها يقول لك واحد أنا علاقتي مع الآخر إذا لم تكن علاقة شرعية وفطرية فليس كل المتاح مباح. انتبه، وليس كل إذا أعجبت بوردة ليس لك الحق في أن تقطفها. مسألة أعجبتني ولا أعجبني ولا انبسطنا البعض ولا لا. جيب لي علاقة وأنا أقول لك توكل على الله. جيب لي علاقة يقول الله عز وجل، جيب لي علاقة في قول الله عز وجل مثلا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. جيب لي علاقة الطرف لا ينظر لطرف. وهذه العلاقة أيضا مأمورة فيها المرأة فلا تخضعن بالقول، لا تتكلمين بطريقتك الأنثوية ولا تتكلمين في أي أمور أخرى إلا في أمور السياق. قل قولا معروفا ولا تتعطرين ولا تبدين زينتك. جيد؟ لا يخلو رجل بامرأة، فلا المكان معك ولا اللباس ولا النظر ولا الحوار مسموح به. وهي بالنسبة للرجل فتنة أشد من بعد الدجال، ما في أشد منها. أي عاقل يقول يمكن أن تستقيم العلاقة مع امرأة بطريقة شرعية وما فيها شيء عادي متجاوزا كل هذه الآيات والأوامر؟ هذا العاقل يجب أن تكبر على عقله 4.